السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف على متابعة الجزائر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بصفتها رئيسا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر جنيف الجاري، موضحا أن هذا الاتفاق بتركيبته سيحرص مجلس الأمن الدولي على متابعة تنفيذه وتقييمه مرحليا، وكذلك التدخل لرفع الحواجز أو الإخلالات به إن ظهر، وذلك لأن الكيان الصهيوني الغادر لا يمكن الوثوق به تماما. وأشار عطاف: إذا كان لي أن أصف الموقف الجزائري من هذا الاتفاق فيمكنني أن أقول إن ما يحدون هو أمل حذر وتفاؤل يقظ، لأن هذا الاتفاق دقيق جدا ويجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية، كما أن أهمية تبني مجلس الأمن الدولي لهذا الاتفاق وإقراره وإثباته وتوسيع رقعة الدعم له هو الضمان الوحيد لاستمراره وحماية الفلسطينيين بسببه. وفي الأخير، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.